اللي موجوده معانا. انا عايز بس اقول معلومه بمناسبه برضه استشهاد سامح العدوي، ان قبليه برضه استشهد باسم مجدي من الواسطه، وبرضه كان في حادث قطار، وشادي قطب من الاتصالات، ومحمود الدزوي من المريخ، والمدير الاداري انور امين للفيوم. دول توفوا. ما تنساش العميد عامر حسين نجم الترسانه السابق، عمرو عبد المقصود اكيد عمرو عبد المقصود، معذره لعامر حسين صديقي يعني اكيد، ولكن طبعا احنا نوهنا على اللعيبه اللي كانت في الملعب اكيد. طيب هناخد المباريات مباشره. مباراه الاسبوع الثالث للمجموعه الرابعه الاربعاء 25/12 ان شاء الله. غزل دمياط يلتقي مركز شباب ابو سوير، والشرقيه هيلتقي منتخب السويس، المريخ هيلتقي نجمه سيناء، غزل السويس كهرباء الاسماعيليه، مركز شباب اجا يلتقي دمياط، الشهداء يلتقي فاقوس، واسمنت السويس هيكون باي في الاسبوع اللي جاي. المجموعه الخامسه على فكره كان معانا برضه في الملعب هناك هشام ابو طالب ملعب دمياط وغزل السويس، وهشام على فكره بذل مجهود كبير، يمكن كان من المفترض تقريره اتاخر ما لحقناش ناخده، ممكن هيكون معانا الاسبوع ان شاء الله. كل التقارير اللي ما لحقناش احنا هنعمل علم الافضل منها في بدايه كل يمكن غزل السويس دمياط اللقطات اللي قدامنا دي من هذه المجموعه. بنشكر زميلنا هشام ابو طالب، دي لقطات دمياط وغزل السويس على ما اعتقد، صح كده الكلام؟ دمياط وغزل السويس فعلا، دي انتهت بفوز دمياط 2-1. يعني معانا زي ما كان قال كابتن مدحت، يعني تبص على الملاعب فعلا المسؤولين ممكن يبقى في نوع من الحرج. لا بس انا عايز ازيد عن الكابتن مدحت واتفق معايا باهي، هناك علامه استفهام في كثير من الملاعب تم الموافقه لها على سبيل المجامله عشان اصوات الانتخابات، لان في ملاعب لا تصلح، ما ينفعش دوري الممتاز بقى. نطرح ده في قضيه من قضايانا ان شاء الله، نطرحه في قضيه ونجيب المسؤولين يشوفوا في بعض المحافظات ملاعب تصلح وملاعب لا تصلح بيتوافق عليها على سبيل المجامله، دي قضيه كبيره جدا. وملاعب لا تصلح بتوافق عليها بسبيل ان انت تزنق الفرقه اللي جايه لك، تبقى حاجات فنيه مش كده ولا ايه؟ حلوه طبعا دايس انت من اي اكيد طبعا. طيب هنشوف المجموعه الخامسه نتائجها على طول، يعني حاول تكون جاهز بيها كده. المجموعه الخامسه مباشره أسفرت عن غزل شبين 0 بلدية المحلة 1، سرس الليان تم تأجيله سرس الليان والمنصورة، بني عبيد يفوز 1-0، زميلنا طارق غالب كان موجود، وشكر خاص للدكتور هرمس رضوان على كل التسهيلات اللي قدمها لبرنامج كرة بلدنا. نبروه 1-1، وبحيي عمنا الحاج حسن نور الدين واحمد نور الدين والكابتن احمد ابو ضحى، الناس النهارده وفروا كل الدعم لكاميرا كرة بلدنا في نبروه. الزرقاء يفوز 2-0 على سمنود، شربين يفوز 2-0 على جمهورية شبين، واخيرا بنها يحقق، يعني مش عايز اقول مفاجأة، ولكن يحقق ما لا يكن يتمناه الكابتن رضا عبد العال، ويتعادل 1-1 مع طنطا رضا عبد العال. انا هعتبرها مفاجأة الحقيقة. لا انا يعني شايف ان بنها فريق كويس، لان انا عارفه وباهي يمكن يتفق معايا. هو تعليقك مباشرة على المجموعة. بنها فريق طبعا مفاجأة، كان متقدم بهدفين 2-0 وبعدين طنطا تعادل. يمكن المجموعة ديت شهدت 4 أهداف من 4 ضربات جزاء في مباراة بني عبيد وديكيرنس ونبروه بالقاس، حتى الهدفين بتوع نبروه بالقاس من ضربتي جزاء. مباراة طنطا وبنها من ضربة جزاء محمود بكر. عايز اقول ان مباراه غزل شبين والبلديه بدات بدقيقه احداد على روح الراحل رضا سعيد مدير هيئه الاذاعه الداخليه لاستاد المنوفيه، الله يرحمه. 12 هدف قدامنا اللقطات وكما وصلتنا. دي بالقاس ونبروه اللي قدامنا، بالقاس ونبروه من ملعب نبروه. هي محصله المجموعه دي 12 هدف، 4 فوز و2 تعادل. يمكن برضو مباراه نبروه السنه اللي فاتت كان شهدت غليان بين الفرقتين ديربي يعني يا استاذ محمد. لا هو كان السنه اللي فاتت كان بالقاس بيلاعب نبروه، وكان بالقاس فايز، والمباراه انتهت بالقاس تربايت يعني. وادارها محمد قطب، الا ان هي المباراه الوحيده في تاريخ الممتاز به اللي سلب من الفائز ال3 نقاط، واعتبرت نبروه هي اللي فايز نظرا للاحداث اللي شهدت هذه المباراه. محمد قطب المعد بتاعنا، ويمكن بعد ما سلب بقول لك اللي ادار المباراه دي محمد قطب المعد بتاعنا. محمد هو طبعا الحكم مشهود ليه بالكفاءه يعني.
لكن عايز هستأذنكم بس معانا على الهاتف الاستاذ عبد المنعم المحلاوي عضو مجلس اداره نادي نابارو اللي انتهى لقائه مع بالأز بالتعادل بهدف لكل فريق، والحقيقه بنشكره لان الكاميرا الوحيده لا قبل زميلنا ده بتاعنا، لكن الراجل ده بنشكره لانه الوحيد اللي سمح بدخول كاميرا كرة بلدنا النهارده، الكاميرا الوحيده اللي كانت موجوده في الملعب. وكابتن بدوي شولح برضه طبعا الناس طبعا اكيد. لا بس انا عايز احيي الاستاذ عبد المنعم المحلاوي لانه طبعا زميل عزيز من ايام الاحرار من التسعينات يعني. الله يسلمك. فانا بشكرك شكرا جزيلا. اهلا بيك يا استاذ عبد المنعم. اهلا بيك يا فندم وضيوفك بس الكرام. تحياتنا لضيوفك الكرام، تحياتنا للصوت الرياضي المميز الاستاذ عبد الناصر زيدان. الله يخليك. وحضرتك الاستاذ محمد باهي وكل الضيوف اللي مع حضرتك. الله يخليك يا استاذ. يعني اولا انا بس بحضرتك انا برحب بكل اعلامي شريف وذو كاميرا وذو راي وذو كلمه على ارض وملعب استاد نادي نابارو الرياضي. جميل. في اي مكان يا فندم، ده البيت الاول والبيت الثاني ليكوا باذن الله. احنا بنشكر حضرتك وعايزك تكلمني عن التعادل النهارده قدام بالقاس بهدف. والله الحمد لله. بس انا عاوز قبل ما انسى بس يعني انتهز فرصه كده وجودي معاكم على الهواء. اتفضل. وبنبعث برقيه تهنئه للاستاذ طارق جوده اللي نال ثقه السيد اللواء المحافظ عمر الشواتفي وتعيينه وكيلا لوزاره الشباب والرياضه. مهم. احنا يعني بنهنيه بهذه المناسبه يعني. واحنا معاك. تمام. وبنتمنى له يعني باذن الله كده دايما التوفيق وعينه على نادي نابارو ان شاء الله. خلي بالك نادي نابارو جاي له فلوس قريب من الكابتن طاهر ابو زيد. الكابتن طاهر ابو زيد ما بينساش الانديه الشعبيه يعني. والله يا فندم احنا وعدنا كتير ويعني نتمنى ذلك يا استاذ ناصر. انت مع كرة بلدنا اعتبر الشيك جالك على طول. المستندات معانا على الهوا. احنا طبعا المقدمه الجميله اللي انت اتكلمتها بالقاس، ماتش بالقاس ده دايما بيبقى له حاجه يعني ايه معزيه خاصه خاصه نابارو. ومش عاوز اقول الكلام ده من 20 سنه يعني دايما نابارو بالقاس بيبقى لها معزه خاصه كده ويبقى مزاج خاص. المقدمه اللي قاله استاذ محمد باهي فعلا الماتش اتحسب لنابارو والاحداث وانا مش عارف بالرغم ان مجلس اداره الفريقين اخوات والناديين اخوات في محافظه واحده تمام، ولكن بيبقى له ماتش له ذات سمه مميزه وطبيعه خاصه. يعني احنا بنشكرك يا استاذ عبد المنعم لضيق الوقت سامحنا وهيكون لنا اكيد استضافه لك عندنا في كرة بلدنا ومداخلات كتير جدا، لان عندي حاجات مهمه جدا في المجموعه السادسه لازم اديها وقتها، لان زميلنا المبدع ممدوح الكواليني قدم لنا هذا الاسبوع فاصل من الابداعات، لقاء مع السيد المحافظ اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندريه. ده يمكن في المجموعه السادسه ان شاء الله هنحاول. معانا حاجه في الخمسه معانا تقرير هنشوف بس سريعا نتائج المباريات الاسبوع اللي جاي ان شاء الله وبعدها هنشوف التقرير. مباراه الاسبوع الثالث للمجموعه الخامسه الاربعاء 25/12 دكرنس وغزل شبين، بلديه المحله والمنصوره، بالقاس وبني عبيد، طنطا ونابارو، سمنود وبنها، جمهوريه شبين والزرقاء، شربين والسرس الليان. دي مباريات الاسبوع الثالث المجموعه الخامسه الاربعاء القادم ان شاء الله. هنخرج دلوقتي لتقرير مع الزميل حسن صبري وتقرير يعني تقريرك اهو يا حسن عشان ما تزعلش تاني من الاستاذ باهي. طبعا حسن رغم ان كرافتته احلى مننا بس يعني ما تزعلش مني تاني. طيب كواليس مباراه نابارو بالقاس والزميل حسن صبري وبعدها هنطلع فاصل ان شاء الله ونرجع لكم مره ثانيه. كابتن ياسر الكيلاني المدير الفني لفريق بالقاس النهارده تعادل سمين خارج الديار مع مباراه رائعه. يعني في البدايه بشكر كل اهالي نابارو بصراحه، جمهور محترم، بنلعب كاننا في بلدنا اهو. بدايه الدوري يا كابتن حسن الحماس بيغلب على الفنيات. ان شاء الله بوعدك من اول الاسبوع السادس السابع لما المسابقه تمشي على طول هيبدا يبان الفوارق او يبدا يبان الشغل الفني. بشكر لاعيبه نادي بالقاس. لا لازم نكون ورا الفريق لان دي فرقتنا ولازم نشجعها ولازم نكون وراها على طول على اساس ان احنا ربنا ان شاء الله احنا منتظرين يعني من الفرقه اكتر من كده لان الفرقه طبعا مستوياتها كلها لعيبه كويسه. الحمد لله على الاداء والنتيجه. يمكن كان في شويه اخطاء في الشوط الاولاني، الحمد لله قدرنا نعالجناها في الشوط الثاني، امتلكنا وسط الملعب في الشوط الثاني. وما تنساش طبعا احنا بنلاعب فرقه محترمه جدا، انا بعتبرها من افضل الفرق اللي موجوده في المجموعه. النتيجه مرضيه لينا وليهم، والبدايات دي دايما البدايات بتبقى كده، المهم ما بقاش الحمد لله في خساره. مزيد من التفاصيل واستوديو التحليل مع الاعلامي المتميز عبد الناصر زيدان والناقد الرياضي محمد باهي والاستاذ ايمن عبد الصادق.
واحة القلوب. أسئلتك واستفساراتك الدينية. رأي الدين في كل أمورك الدنيوية، يحاورك فيها نخبة من علماء الدين على شاشة القاهرة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يسلمه، لا يخذله، وهكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كونوا عباد الله إخوانا. واحة القلوب تشاهدونه في الأوقات التالية. جه الميعاد دلوقتي لاخر المجموعات، المجموعه السادسه في الدوري الممتاز به. مشاهدينا الكرام، لا قبل النتائج هنتكلم طبعا في عندنا. عايز بس اشكر ممدوح الكواليني. احنا فكرنا